مساء الخير على حضراتكم. الجو ده طبعا عايز لحاف من لحاف البلانوتي اللي تدفئته عاليه جدا. معانا النهارده لحاف خامات اسباني، لحاف كبير جدا، مساحته 240 في 260. معاه 2 كيس خداديه 50 في 70. تعالوا هنا كده نشوف الخامه بتاعته والشكل. شوف كده اللحاف معانا، شايفين الجمال والرقه والشياكه. لحاف مميز جدا بخامه مميزه جدا. شايفين، عايزه اقول لكم يعني حسوا معايا كده الاحساس بتاعه. الوبره بتاعته عاليه جدا، تدفئه عاليه جدا جدا جدا. عايزه اوريكم كمان الظهر بتاعه. شايفين يا جماعه، بصوا كده، يعني ايه، حاجه من الخامات اللي يعني تنزلي تحته يا دوبك بس مفيش دقيقه هتحسي بالدفى. معاه 2 كيس خداديه 50 في 70. اتفرجوا كده على اللحاف بتفاصيله، واخد الحرف بتاعه اللي هو الاوف وايت ده. شايفين الجمال، مفرش سرير، غير انه لحاف هو مفرش او لحاف شيك جدا على السرير. هفرجكم اللون بتاعه. في موجود منه 4 الوان، اللون الموف ومعانا اللون البينك بتاعه ده. بصوا لحاف يا جماعه، ما شاء الله عليه، لحاف خامه ممتازه، لحاف اصلا ملوكي. خامته ووزنه حلو جدا جدا جدا. الناس اللي بتحب اللحافه المحمله شويه تدي تدفئه اعلى. الخامات بتاعته اسباني، المساحه بتاعته كبيره جدا. الظهر التاني بتاعه، شايفين الوبره؟ يعني اكيد انتم مش محتاجين اقول لكم الوبره عامله ازاي اساسا، يعني حاجه تحفه. ولون كمان. شايفين الخداديه بتاعته ما شاء الله عليه، لحاف حلو قوي. الخداديه كمان نفس الظهر، يعني تنامي على الوشين، وهو يعتبر وش ساده والوش التاني فيه شغل. اللي بعده، اللون اللي بعده معانا لون من الالوان البيزك جدا، اللون البيج. طبعا البيج ده طبعا من الالوان اللي بتليق على كل الاوض. بصوا كمان، يعني لحاف عروسه ولحاف لست البيت ولحاف للوقت ده بالتحديد. شوفوا الوبره، شوفوا كمان الوبره، يعني حاجه مش محتاجه والله كلام. معانا الخداديه بتاعته. بفكركم تاني بمساحه اللحاف 240 في 260 و2 كيس خداديه، اكبر مقاس لحاف هتلاقوه. معانا كمان اللون الاخير بتاعه. ما شاء الله تقيل. الحاف من اعلى الخامات بتاعت الحاف الاسباني، خاماته تقيله جدا ومتين وما شاء الله عليه. مساحته حلوه جدا، تدفئته عاليه جدا جدا لكل العرايس اللي بتحب الحاجات المميزه. ده الحاف مميز من بلانوتي. طبعا دي الوانه، غير ان موجود طبعا موديلات كتير من اللحافه، مش بس ده، بس ده كده موديل من ضمن الموديلات اللي لسه نازله كولكشن السنه دي.